أدواتهم من التكفير والهجرة والجهاديين لكي يطيلوا حسين طنطاوي وسامي عنان وباقي أعضاء المجلس كما قالوا مراد موافي ومطيه بأمر الشعب وليس بأمر فئة قليلة تصل إلى 25%. لن يحكم 20 أو 25% مصر وتتحول إلى إيران. إن المشهد الذي أراه أمامي اليوم هو نفس المشهد الذي حدث في إيران على يد الخميني. أقولها ولن أكررها، إن هناك مؤامرة أخرى يستعدون لكي يتهموا المشير طنطاوي والفريق سامي. أقولها للمرة الأخيرة، لن يتحرك الجيش إلا مع الشعب، ولو تحرك الشعب فإني أثق أن الجيش لن يعارضه، ولو كان قد عارضه في عهد مبارك لسوف يعارضه في عهد مرسي. هذه هي الوقائع والدلائل والحقائق، عليكم أن تستوعبوها وتفهموها ولا تجعلوا أحد يشكك فيها، فإن جيشكم أنزه وأعظم وأكبر من أن يطويه أحد، إنما هو يطوى للشعب فقط. وسيد عنان ورئيس الحرس الجمهوري الذي جاء به يدبروا لهم خطة بأنهم يتآمرون على مرسي ويحولوهم جميعا إلى المحاكمة. هذه من قلب اجتماعات جماعة الإخوان، ما أقول هو من قلب جماعات الإخوان، من قلب اجتماعات جماعات الإخوان المسلمين. أنا لي رجال في كل مكان بحمد الله، من قلبهم لي أصدقاء ومن ضدهم لي أصدقاء، فأنا لا أعمل إلا اتقاء مرضات الله. واللهم إني قد بلغت الشعب فاشهد، اللهم إني قد بلغت المشير طنطاوي والفريق سامي عنان فاشهد، اللهم إني قد بلغت اللواء عبد الفتاح السيسي فاشهد، اللهم إني قد أبلغتهم جميعا فاشهدوا، اللهم إني قد بلغت ضباط وعساكر وجنود القوات المسلحة فاشهد، اللهم إني قد بلغت عساكر وأمناء شرطة وضباط قوات الشرطة فاشهد ربي إني قد أبلغت الشعب بكل مؤسساته، وأصبحت أمام الله مقدما ما أملك ولم أخفيه على أحد. فعليكم بني الأمة، عليكم بني الأمة القرار الذي سأكون أول من يحترمه ويقدسه وينحني له. أشكركم وأتمنى من الله أن نخرج جميعا في جميع محافظات مصر، أن نخرج جميعا في جميع محافظات مصر، نخرج في الميادين دون إعن في جميع محافظات مصر، نخرج في الميادين دون إعاقة للمرور ودون إعاقة لمصالح الجماهير، نخرج بكل قوة لكي نعبر عن رفضنا لهذه القرارات ورفضنا لاستهداف قواتنا المسلحة. هذا ما قلته في أول مليونية عقب نتيجة انتخابات الرئاسة، هذا ما قلت بالحرف في المنصة وقلت في حلقاتي وينفذ كما هو. فإلى متى إلى متى إلى متى أنتم أصحاب القرار؟ وإني قد بلغت ربي فاشهد، إني قد بلغت ربي فاشهد. كذلك قد أطاح بقائد الحرس الجمهوري وأراد أن يأتي بقائدا يخيل إليه أنه من أتباعه، كما أطاح بمدير أمن القاهرة وأطاح بمدير الأمن المركزي وأطاح بعدد من قيادات الشرطة، لأنه يريد أن يصفي جهاز الشرطة من رأسه. هذه مرحلة من المراحل التي ذكرتها، وهو يلعب في هذا الملعب وفقا لخطة مكتب الإرشاد ولتعليمات المرشد العام الدكتور محمد بديع. يريدون الانقضاض على مفاصل الأمة. واقعة سيناء كما ذكرت بالأمس الهدف منها استبعاد القوات المسلحة لالتهام مصر وشعبها
وأنتم أصحاب إما أن توافقوا على أن تكونوا طعاما للإخوان، وإما ترفضوا أن تكونوا طعاما. هذا قراركم، وهذا رأيكم، وهذا فرضكم يا بني الأمة. هو الذي منع تدمير الأنفاق. أخبركم نيابة عن شعب غزة الذي لا ينتمي للإخوان وهي حماس. غزة ممتلئة بجميع السلع، غزة ممتلئة بجميع السلع وبها مخزون استراتيجي. وأنا زرت غزة في 2010